أنا ست متجوزة، وكل يوم وأنا نايمة جنب جوزي بيبقى في راجل تاني معايا بيسمع صوتي وبيطلب مني حاجات أنا نفسي بستغرب إني بعملها، وجوزي بيكون جنبي ومش حاسس بأي حاجة خالص. اسمعني للآخر عشان ممكن تكتشف إنك عايش مع واحدة زيي وإنت مش واخد بالك. أنا هالة، عندي 35 سنة، من مصر الجديدة، بس لما اتجوزت قعدت في شقة في الشروق قريبة من شغل جوزي. اتجوزت محمد من 10 سنين، وما كانش في بيني وبينه أي قصة حب، لأن قلبي كان مع واحد تاني كنت بحبه من أيام الجامعة، بس غدر بيا وسابني وأنا كنت في سنة تالتة، وحالتي النفسية وقتها كانت وحشة جدا، وما بقيتش عارفة أعمل إيه، على الأقل يعني عشان أرد اعتباري. لحد ما جت في دماغي فكرة إن أكلم ولد تاني وأخليه يشوفه وهو ماشي معايا، يعني عشان يندم إن هو سابني. وبصراحة كان في شلة بنات في الكلية معانا، أنا ما كنتش بكلمهم لأن أنا عارفة إن هم مقضيينها مع الشباب، بس بدأت أتعرف عليهم وأدخل معاهم لحد ما بقيت واحدة منهم، وحكيت لهم على اللي حصل معايا. ومن ساعتها بقيت أتكلم مع الشباب عادي اللي هم بيقفوا معاهم، واتعرفت على 3 شباب منهم، وبقيت واحدة أساسية في الشلة دي. وبصراحة هما اللي فتحوا عينيا على حاجات عمري ما فكرت فيها، ولا فكرت ان انا اعملها، ولا كنت اعرفها اصلا. الموضوع بدأ لما عرفت منهم ان هما بيتجمعوا في بيت واحدة من صحابنا اللي اهلها عايشين برا مصر وحالتهم المادية كويسة جدا. وصاحبتي دي عايشة دلوقتي في فيلتها، والمكان اللي بيتجمعوا فيه ده كان عبارة عن فيلا وفيها مزرعة كبيرة قوي، والفيلا دي بتاعت أهلها ومقفولة ومحدش بيروحها خالص، وهي قاعدة في مصر بس لحد ما تخلص الكلية، أو بعد كده هتسافر لهم. مكان الفيلا دي في منطقة راقية جدا. المهم لقيتهم بيتفقوا قدامي على الميعاد اللي هيروحوا فيه الفيلا، واللي عرفته ان في شباب من صحابنا بيروحوا معاهم، وطلبوا مني ان اروح معاهم عشان اغير جو يعني وكده. احنا عددنا في الشلة دي 4 بنات و3 شباب، وانا وافقت ان انا اروح معاهم. وقالولي ان اليوم اللي بيروحوا فيه الفيلا دي مش بيروحوا الجامعة. قالت لي احنا بنيجي هنا قدام الجامعة بس عشان نتجمع، وبنركب العربيات وبنمشي. المهم اتفقوا على يوم خميس، وكان فاضل حوالي 4 أيام، وأنا بصراحة كنت مترددة جدا ومش عارفة أقول لماما ولا لأ، لأني لو كنت قلتلها عمرها ما كانت هتوافق أصلا. فأنا قررت إن أنا مش هتكلم معاها ومش هعرفها أي حاجة، لحد ما جه يوم الخميس الصبح ورحت عند الجامعة زي ما اتفقنا. لقيتهم كلهم واقفين لحد ما اتجمعنا كلنا، وكان معاهم عربيتين، والعربية اللي أنا ركبت فيها كان بيسوقها صاحبنا ده كان اسمه أحمد. وأحمد ده كان في واحدة قاعدة جنبه في العربية اسمها شيرين، هي قعدت جنبه وأنا رحت قعدت ورا. وفي واحد صاحبنا اسمه عادل قعد جنبي، وركبنا العربيات واتحركنا. وأحمد في اليوم ده كان مشغل أغاني حلوة قوي في العربية طول الطريق، فكرتني باللي أنا كنت مرتبطة بيه ومتعلقة بيه جدا، لدرجة إن أنا من الأغاني دي قعدت أعيط وأنا في العربية. اللي خد باله إن أنا كنت بعيط عادل اللي هو كان قاعد جنبي، لقيته قرب مني وقال لي مالك بتعيطي ليه، في حاجة حصلت؟ قلت له لأ، مفيش حاجة. المهم فضل يتكلم معايا لحد ما خلاني هديت وبطلت ان انا اعيط. واللي لاحظته ان وانا بعيط حسيت ان هو بيحط ايده على ظهري عشان يطبطب عليا،
وانا اصلا مستحيل اني اسمح لحد ان هو يلمسني او يقرب مني كده. بس مش عارفة ازاي ما اتكلمتش وقتها وسكت، او قلتله حاجة وهو بيعمل كده. ولما بقيت كويسة قلتله خلاص تمام انا بقيت كويسة، عشان يبعد عني ويرجع يقعد مكانه. بس بالعكس، فضل قاعد جنبي لحد ما وصلنا قدام باب الفيلا الساعة 10 الصبح. نزلنا من العربيات، وكان مكان الفيلا في منطقة كانت فاضية ما فيهاش حد. المنطقة دي كانت عبارة عن مزارع كبيرة وفلل، ومفيش حد ماشي في الشارع. أول ما نزلنا من العربيات، صاحبتي اللي هي صاحبة الفيلا راحت فتحت الباب الكبير بتاع الفيلا ودخلوا العربيات جوه، ودخلنا وراحت قافلة الباب تاني. اتمشينا شوية لحد ما وصلنا للفيلا نفسها. المهم دخلنا وقعدنا نرتاح شوية من الطريق، وبعدها بدأوا صحابي كل واحد فيهم يدخل في أوضة ويغير هدومه. ولقيت التلات شباب دخلوا لبسوا شورتات وتيشيرتات. واللي اتفاجئت بيه ان صحابي البنات لما دخلوا وغيروا هدومهم لقيتهم لابسين حاجات فوق الركبة، ولبس انا ما اقدرش اقعد بيه اصلا في البيت بتاعنا. وانا كنت طبعا قاعدة بلبسي، وما كنتش عاملة حسابي ان اغير هدومي. قالوا لي هو انتي مش جايبة لبس تاني عشان تقعدي يعني براحتك وكده؟ قلت لهم لا. قالوا لي خلاص مش مشكلة، أدي النهاردة كده، أو بعد كده تبقي تعملي حسابك في لبس تاني عشان تقعدي براحتك. قلت لهم ماشي. المهم حضروا الفطار وفطرنا، وبعدها بربع ساعة لقيت كل واحد من الشباب دخل، هو وواحدة من صحباتي البنات دخلوا الأوضة. وقبل ما يدخلوا الأوض لقيتهم بيهزروا معايا وبيقولولي ان احنا عندنا مشاكل عاطفية مع بعض وهنحلها على انفراد. وكل واحد فيهم خد واحدة ودخل أوضة وقفلوا عليهم. عرفت طبعا ان هما بيعملوا حاجات مع بعض، وانا عمري ما فكرت اني اعمل كده ابدا. بس من ساعة ما دخلوا وفي الوقت اللي انا كنت قاعدة فيه لوحدي برا وهما جوه مع بعض، حسيت بغيرة جامدة قوي، خلوني اشك في نفسي، وحسيت اني اقل منهم بكتير جدا، مع اني كنت اجمل واحدة في صحابي البنات كلهم. فضلت قاعدة برا وانا متضايقة قوي. وبعد حوالي ساعة لقيت اول اتنين من صحابي خرجوا من الأوضة. هو خرج الأول ودخل الحمام، وبعدها بشوية هي خرجت، ولقيتها زي ما تكون دايخة كده أو مش قادرة تقف. لقيتها جت قعدت جنبي لحد ما صحابنا بقى خرج من الحمام. فأنا بتريق عليها وبقول لها ايه الأخبار، يا ترى المشكلة اتحلت ولا لأ؟ راحت ضحكت كده وقالت لي المشكلة دي ملهاش حل. المهم بدأت أتخيل في الوقت ده إن أكون مكان واحدة من البنات دي، وإن في حد معايا يخليني أعيش الإحساس ده. وفي نفس الوقت أنا عمري ما هطلب كده، بس من جوايا فعلا كنت محتاجة لكده قوي. كنت محتاجة أعرف هما بيحسوا بإيه. وطبعا أنا ما طلبتش من حد كده، وفي نفس الوقت كنت خايفة على نفسي. فقلت لصاحبتي اللي خرجت دي، قلت لها هو انتي مش خايفة على نفسك؟ قالت لي لا ما تقلقيش احنا عاملين حسابنا. قلت لها طيب ما تفهميني عاملين حسابكوا ازاي يعني؟ قالت لي لما تكبري هبقولك. دمي اتحرق قوي وقتها اول ما قالت لي كده. قلت لها بصي انا عاوزة اطمن، طالما جيت معاكوا هنا يبقى لازم اعرف كل حاجة. قالت لي هتكتمي السر ولا لأ؟ قلت لها والله ما هقول لأي حد، وانا اصلا دلوقتي ماليش اصحاب غيركم. قالت لي من الاخر كده احنا بنعمل كل حاجة بس مش بنقرب من تحت، ولازم تقدري تتحكمي في نفسك، عشان في الوقت ده لو انتوا الاتنين ضعاف هتبقى مشكلة كبيرة قوي. قالت لي احنا متعودين وعارفين بنعمل ايه، فالموضوع بالنسبة لنا عادي. قلت لها تمام خلاص. قالت لي ايه عاوزة تجربي؟ سكت وما ردتش عليها وكنت مكسوفة جدا. قلت لها هجرب ايه؟ قالت لي انت هتستعبطي. قلت لها لا والله بس هجرب ايه يعني؟ قالت لي انت مش عايزة تجربي
وتعملي زي ما بنعمل؟ قلت لها وهعمل كده مع مين؟ كل واحد واخد واحدة. قالت لي لا عادي، احنا اصلا كل مرة بنبدل، فعادي يعني. الموضوع ده احنا عاملينه لمزاجنا، مش شرط عشان حد يكون معايا اكون بحبه، يعني فهماني؟ قلت لها اه فهماكي. قالت لي بصي، انا هكلم احمد كمان شوية كده انه يحاول يقرب منك، ونشوف هيطلب منك تدخلي معاه، ولو طلب منك يبقى ادخلي، وانا مش هقوله اننا اتكلمنا في اي حاجة. قلت لها ماشي. ساعتها كانت الساعة 12 الظهر، وكانوا كلهم خلاص خرجوا من جوه، وقالوا ان هما هيخرجوا يقعدوا برا الفيلا في الهوا شوية. وجينا واحنا خارجين، لقيت صاحبتي قالت لي خليكي انتي هنا، وانا هكلم احمد برا وهخليه يجيلك. وخرجوا كلهم، وانا فضلت قاعدة، وكنت قلقانة جدا في الوقت ده. وفي نفس الوقت المكان كله بقى فاضي، ومفيش حد معايا خالص جوه الفيلا. وبعد حوالي 10 دقايق لقيت احمد جالي وقال لي القمر قاعد لوحده ليه؟ قلت له لا مفيش حاجة، بس انا مش حابة اخرج يعني. قال لي وانا كمان ماليش مزاج اخرج، ايه رأيك ندخل؟ قلت له ندخل فين؟ قال لي هنا. وراح جالي ومسكني من ايدي وقومني ومشي بيا لحد باب الأوضة ودخلني، وانا كنت خايفة قوي. قلت له يا احمد انا اول مرة في حياتي اكون في الموقف ده وخايفة قوي. قال لي بصي، مش عايزك تخافي من اي حاجة، ولو حسيتي مني باي حاجة ضايقتك سيبيني وامشي. اول حاجة عملها اول ما قفل الباب، راح واخدني في حضنه وفضل حاضني كتير قوي، لحد ما حسيت اني بقيت مطمنة جدا، وحسيت ان انا عايزة افضل في حضنه طول اليوم. وكنت ساعتها حاطة راسي على صدره، كان عمال يكلمني عن جمالي وقد ايه هو فرحان ومبسوط ان انا بين ايديه دلوقتي. وحسيت وقتها ان انا عايشة في عالم تاني، عالم مش عاوزة اخرج منه، ولا عاوزة الوقت ده يخلص. لحد ما لقيته نزل تحت شوية وفكلي الزراير، ووشه بقى جنب وشي بالظبط، او مفيش اي حاجز بينا، وقرب قوي. وحسيت من اللي هو بيعمله ان روحي بتتسحب مني، وحسيت اني خلاص هيغمى عليا من جمال الاحساس اللي كنت حاساه. وقتها احمد في اليوم ده ما عملش اكتر من كده، وكأنه كان مستمتع باللي هو بيعمله قوي، لدرجة انه فضل كده اكتر من نص ساعة وانا معاه. كانوا صحابنا رجعوا من برا، وحسيت ان هما هيخبطوا علينا او هيضايقونا، بس محدش جه ناحيتنا خالص، وسابونا لحد ما خلصنا وخرجنا. واللي حسيت بيه مع احمد فعلا انا مقدرش اوصفه ولا اقوله، بس فعلا اقل حاجة ممكن اقولها اني كنت اسعد واحدة في الدنيا وقتها. وخرجنا قعدنا معاهم برا وكلنا، وكان لازم نمشي عشان الوقت ما يتأخرش علينا اكتر من كده، ونرجع في الميعاد اللي بنرجع فيه من الكلية. وطول الطريق كنت سرحانة في أحمد وجمال الإحساس اللي أنا حسيته معاه، وكل حاجة حلوة عملها معايا. روحت البيت اليوم ده، ومن هنا حياتي كلها اتغيرت، وما بقيتش اهتم لا بمذاكرة ولا بأي حاجة. وقبل ما اروح الكلية يوم الحد، كنت مكسوفة ان انا اقابل احمد تاني بعد اللي حصل بينا، ولكن مع مرور الايام الموضوع بالنسبة لي بقى عادي، ورحت معاهم اكتر من مرة الفيلا بتاعت صاحبتنا دي. ومش احمد بس اللي عمل معايا كده، كلهم كانوا معايا. وخلال السنة ونص بتوع الجامعة رحنا حوالي 15 مرة، وكل مرة بكون مع واحد منهم، والموضوع بقى عندي زي الإدمان. خلصت الجامعة وفضلت على علاقة بصحابي البنات والشباب دول، وكل واحد من صحابي الولاد لما بكون معاه بيعترفني ان هو بيحبني ومش عايز حد غيري، بس هو اللي يلمسني. وفضلت على علاقة بكل واحد فيهم بعد ما خلصت الكلية. وفي واحد منهم كنا بنتقابل أنا وهو في مكان لوحدنا، وطول الفترة دي أنا محافظة على نفسي، لحد ما في واحد جارنا في الشارع اتقدم لي. هو غلبان جدا
وملوش في اي حاجة خالص. طبعا اهلي وافقوا بيه عشان اخلاقه وعشان عنده شقته وشغله، واتجوزته من فترة كبيرة. بس للأسف خلال فترة جوازي منه أنا ما حسيتش منه بأي حاجة من اللي أحمد وصحابه كانوا بيعملوها معايا. بدأت أحس بحرمان في كل حاجة، وكنت فاكرة إن بعد الجواز إني هبطل كل حاجة. بس للأسف اللي لقيته العكس. حسيت إن أنا محبوسة ونفسي في حاجات كتير قوي مش عارفة أوصلها أو أعملها. رجعت أكلم صحابي تاني وأنا متجوزة، على الأقل أسمع منهم كلام حب ورومانسي، لدرجة إني بقيت أستنى لما جوزي ينام عشان أفتح الموبايل وأكلمهم. وبقى موضوع إننا نتقابل أنا وهما بعد الجواز بقى صعب قوي. بس أنا قدرت أعمل حيلة من خلالها. أحمد جالي عن طريق البيت مرتين، وجوزي في الشغل، وأغلب الأوقات بنتكلم عن النت وبنبعت لبعض صور وأفلام يمكن تقلل شوية من الحرمان اللي عندي. بس والله قبل ما اتجوز أنا كنت واخدة عهد على نفسي إني هكون لجوزي وبس، وهقطع علاقتي بصحابي وهحذف أرقامهم. بس للأسف جوزي نفسه ما ساعدنيش على كده وخلاني أحتاج لهم، وده غصب عني. كنت ضعيفة قوي وما قدرتش أقاوم احتياجي. أنا خلاص دماغي قربت تقف عن التفكير، وضميري كل شوية بينقح عليا عشان بخون جوزي. مش عارفة أعمل إيه. نفسي أرتاح من الصراع اللي أنا عايشة فيه ده. أنا عارفة إن جوزي بيحبني قوي، بس للأسف مشكلته إنه مش قادر يساعدني ويبسطني لما بكون معاه، لأن للأسف أنا بقارن بينه وبين صحابي، وده مخليني مش متقبلاه خالص ولا بحس منه بأي حاجة وهو معايا. ياريت اللي عنده نصيحة ليا يكتبها لي في التعليقات وانا هعمل بيها.